مبدئيا انا مش هتكلم عن ظلم الحكم، انا هتكلم عن اللي حصل بعد كده، عن القرارات اللي ممكن تضيع مجهود موسم كامل. فبالراحة كده يا عم ريبيرو وتعالى نفهم، هو انت كنت بتتفرج ولا كنت بتعاقب الفرقة؟ عشان نبقى فاهمين بس. واكتب لي في الكومنتات مين في رأيك يتحمل خسارة الاهلي من بالميراس. انت بالميراس دي لعبتها اكتر من مرة، فانت على الاقل شفتهم ولعبت معاهم، فليه بقى تلعب بيحيى عطية الله؟ انا ما كنتش مع فكرة انك تبدأ بيحيى عطية الله، وكنت بفضل العش وقلت كده في الفيديو اللي فات. بس لما تتفرج على الشوط الاول، لا هو استخدم يحيى عطية الله لفكرة معينة في دماغه، هو عايز يبني من تحت، بس يحيى عطية الله بيدخل جوه وتريزيجيه هو اللي بيبقى على الخط، وبيقرب لهم محمد علي بن رمضان وبيقفل المثلث، طبعا مع زيادة زيزو في نص الملعب. شغل تكتيكي يحترم من ريبيرو الصراحة في الشوط الأول. في الشوط الأول بس علشان نقول اللي لينا واللي علينا، هو دفاعيا ما جاش الصراحة. يحيى كواليتي عالي قوي الصراحة، تحسه ان اندمج في الفرقة بسرعة جدا. انا شخصيا كنت مستثقل الضجة اللي كانت حوالين الصفقة دي بصراحة، بس لما تتفرج دلوقتي عليه في الملعب بجد يعني ما شاء الله عليك يا ابني. خصوصا انه لما امام اتصاب قلنا هيبقى في مشكلة كبيرة في رقم 8 وفي نص الملعب بشكل عام، بس هو مش محسسك بده خالص. ولو انت مش واخد بالك، ده تاني ماتش رسمي يلعبه مع الاهلي. بن رمضان ما لعبش مع الاهلي غير ماتشين، وطبعا كلنا شفنا ان الماتش اتوقف حوالي نص ساعة علشان سوء الاحوال الجوية. فاظن دلوقتي كلنا عارفين معنى هو الظرف الطارئ ايه، يعني ايه يبقى عندك ظرف طارئ، ويعني ايه لوائح بتأمرك انك توقف الماتش او تأجله او تلغيه. وبس دلوقتي مفيش رابطة تجاملك، بس ده مش موضوعنا دلوقتي خالص. تعال نرجع لموضوعنا. انت بعد ما رجعت من الظرف الطارئ اللي حصل عملت كل اللي قلنا عليه برضو بالظبط بالحرف في الفيديو اللي فات. يا راجل ده انت لو بتتفرج عليها كنت فهمت. قلنا قررت انك تلعب ببيكهام عشان انت عايز تبدأ من تحت، انت دايما عمال تبدأ من تحت بياسر ابراهيم مش عارف يطلع الكورة، فنزلت بيكهام ومعرفتش تعمل ده مع الضغط الكبير من بالميراس. فكان ليه بقى انك تعند من الاول وتلعب بياسر ابراهيم وداري؟ نفسي افهم بس. وبرضه رجعت البن شرقي وجراديشار وبيكهام وقفشه اللي قلناه، بعيدا ان انا عندي مشاكل مع قفشه كبيره، بس اللي قلناه بالحرف. اخر 25 دقيقه وانت خسران 2-0، الواحد نفسه يقول كلام كتير قوي الصراحه، بس حرام والله. فبعد ده كله الناس كلها توقعت بقى انك هتبدا تعدل في الملعب، وكده اتفاجئنا كلنا انك بهدلت الدنيا اكتر. انت حرفيا عملت كل حاجه غلط وشقلبت الدنيا واللعيبه وغيرت مراكزها، كل ده وانت خسران 2-0. يعني يا ريتك بتفتكس وانت كسبان. طلعت اشرف داري وبتلعب ببيكهام، فده اللي احنا كنا بنقوله. بس اتفاجئت في الدقيقه 88 ان بيكهام بيلعب في الناحيه التانية اصلا مكان ياسر ابراهيم. نزلت بن شرقي وده اللي احنا كنا عايزينه، بس افتكرت ان بن شرقي بيلعب الناحيه التانية مكان تريزيجيه. يعني ازاي يعني الواحد حاسس انك مش عارف اللعيبه اصلا؟ امال عماد النحاس بيعمل ايه معاك؟ مش فاهم، حد يفهمني يا جدعان. ومستني رايكم في الكومنتات. سلام.